السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة لسلسلة الأسهل والأفضل في الفوتوشوب. في هذا الفيديو سنتعلم خطوات كيفية إضافة ظل. تابعوني، معكم إيهاب خير. عندي الآن صورة هذا الشخص. هذا الشخص بتلاحظ إنه الصورة موجودة ومتصور في منظر طبيعي. أريد أعمل لهذا الشخص ظل. الظل راح يكون ساقط في هذا المكان. فكيف راح أعمل ظل؟ أول شيء بروح بحدد الشخص. إذا بروح ل Quick Selection، ثم بختار Select Subject. راح يقوم عن طريق الذكاء الاصطناعي للفوتوشوب بتحديد الشخص. يتحدد الشخص، بتأكد هل في مشاكل في التحديد. أوكي، كله تمام. الآن بروح ل Edit، بختار Copy، ثم بختار New Layer، طبقة جديدة، عشان أحط في الطبقة الجديدة هذه النسخة اللي أنا نسختها لهذا الشخص. بروح لإيديت، بختار بيست. الآن بتلاحظ إذا أخفيت الصورة الحقيقية بتلاحظ إنه موجود عندي صورة الشخص نفسه. تمام. الآن في اللاير الخاص بصورة الشخص، النسخة اللي أنا عملتها، بروح بضغط كنترول حرف التي. كنترول حرف التي اللي هي طبعا فري ترانسفورم، اللي هو بيقوم بعملية تحديد الشخص. الآن بضغط على زر كنترول، ومن زر كنترول بحط الماوس هنا في هذه النقطة، ثم بضغط وأنا ضاغط بنزل الشخص بهذا الشكل كأنه ظل. إذا هل تريد الظل يكون قصير أو طويل مثل ما أنت تحتاج، أو مثل ما أنت تشوفه مناسب؟ إذا أنا راح أشوفه مناسب بهذا الشكل. الآن الخطوة اللي بعديها في طبقة الظل، بضغط دبل كليك، ثم بتظهر معك شاشة اللاير ستايل. بختار الكلر اوفرلي، بختار انه يكون اللون الاسود. طبعا بختار اللون الاسود، ثم بعمل اوكي. الان من خيارات المود عندي الاوبسيتي هني، بضغط وبخلي اللون الاسود شوية انه يكون باهت. الان كذي واقعية للظل، يعني تقريبا في حدود 50 54 55%. تمام. الآن بروح بطبق عليه فلتر اللي هو الكيجن بلور. بروح لقائمة الفلتر، بختار بلور، بختار الكيجن بلور، ثم بتلاحظ انه اصبح بشكل ضبابي. هل بتحب تزيد الشكل الضبابي؟ اذا بخليه واقعي شوية. اذا درجة 3 بيكسل تقريبا مناسبة. ثم الآن بعمل اوكي، ثم بجي بكبر بهذا الشكل، وبمسح عن طريق المساحة، بصغر وبخلي الهاردنس تقريبا بحدود 80، وبمسح هذه الزيادة الخاصة بإسقاط الظل. بصغر السايز. ممكن تعمل طبقتين للشخص، يعني ممكن ان احنا نعمل عشان نتفادى، ممكن ان انا انسخ هذا الشخص مرتين، ولكن حتى اذا نسختها مرتين راح تضطر انك انت تستخدم عملية المساحة هذه. طبعا عندي انا هذا الجزء بلغيه بهذا الشكل. راح ازيد الاوباسيتي شوية. اوكي كذي مناسب. الان باقي بصغر، وهذا الظل اللي احنا عملناه بكل بساطة.
راح ناخذ مثال ثاني على الظل، مثلا للتفاحة. تمام. عندي مثال آخر، راح نعمل ظل لهذه التفاحة. بجيب طبعا شاشة اللايرز، بشيل القفل، ثم بحدد كويك سيلكشن، وبعمل سيلكشن سوبجكت أو سيلكت سوبجكت. راح يقوم البرنامج بتحديد شكل التفاحة فقط. راح انتظر لحظات تحدد معاي التفاحة. الآن بروح بعمل لها كوبي، ثم بنشئ ملف جديد بالمقاسات اللي أنا أشوفها مناسبة. إذن هذا المقاس مناسب، بروح بلصق التفاحة هني، ثم بعمل كنترول تي بحيث إن أنا أصغر التفاحة. هذه هي. تمام. بنفس طريقة الظل، وش راح نعمل؟ نفس الحكاية، راح أروح أنسخ نسخة من التفاحة. هذه هي. هذه النسخة بعمل لها كنترول تي، ثم بجي هني وبنزلها، بضغط شيفت طبعا، بنزل التفاحة تحت بهذا الشكل. إذا أنا قلبتها بهذا الشكل. تمام. الآن هذه التفاحة ما راح نعمل لها لون أسود أو خلافه، بنخليها إن هي مثلا ظل ساقط على شيء زجاجي مثلا. فإذا أنا بروح بخفف الأوبسيتي الخاصة بها بهذا الشكل خفيف، ثم بروح للفلتر وبختار بلور، وبختار اللي هي الكيجن بلور، بحيث إن أنا أخليها بشكل باهت أو ضبابي خفيف كذي مناسب. الآن بروح بعمل لاير جديد، وبروح للشكل الدائري، وبرسم لي شكل دائري هنا بهذا الشكل أو شكل بيضاوي، بخليه باللون الأسود، بخليه طبعا بدون ستروك. بهذا الشكل. الآن هذا الشكل بخليه الأوبسيتي خفيف، ثم بروح للفلتر وبعمل كيجن بلور، خمسة مناسب، بعمل أوكي. الآن بضغط على الموف وبحطها ما بيناتهم بهذا الشكل، بخلي التفاحة الأصلية في الأعلى. إذن بهذا الشكل بخلي الأوبسيتي شوية قليل. تمام. أصبح معاي الشكل بهذه الطريقة. في النهاية راح يكون الشكل اللي احنا عملناه بهذا الشكل. وفي الختام، الحمد والشكر لله، له الحمد وله الثناء الحسن. شكرا لكم وإلى اللقاء.